ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأسعد حال. طبعا بقى في وصفة كده طالعة جديدة، كل شوية حد يجربها للحوض وكده. فانا قلت بقى ايه، بما ان الحوض بتاعي اصلا مش بيلمع خالص، يعني هو دايما مطفي كده وهكذا. فقلت بقى ايه، هطلع اجرب الوصفة دي واقول رأيي اشمعنى انا يعني. وكده كده مفيش حاجة خسارة، يعني هي كربوناتو او بيكربونات الصوديوم على حسب ما بتسموها، وشوية ايه سائل مواعين. هوريلكم بقى، شايفين ده كربوناتو، ده كربوناتو زي ما انتوا شايفين. خليت ايه جوزي جابهولي لان كان خلصان من عندي، كان عندي كتير وحطيته على المراتب وانا بغسلها. لو انت شفت الفيديو بتاع المراتب، آه حطيت اللي عندي على المراتب وكده، بس كنت حطيت ياما بقى، رشيت على المراتب كلها وكده. فخليت جوزي جابلي كده وقلت اما اجرب، كده كده انا كنت عايزه وما بستغناش عنه. فايه هحط بقى، احط شويه اجرب كده، شايفين؟ طبعا ايه عايز كمان شويه. بالظبط كده زي ما انتوا شايفين اهو، دي كربوناتو. واي مسحوق عندك بقى، واي سائل مواعين عندك اوكسي، عندك بريل، اي حاجه اهو. مش عارفه هو طالع فاتح في النور، بس هو اهو، هو لونه اصفر كده. تعالوا بقى اما نحطه على الحوض واقول لكم تحطوا ازاي. طبعا هما بيجيبوا فرشه وبيعملوا بيلحوا كلهم، وانا ما عنديش فرشه، فهعمل بايدي عادي يعني، او بالليف. تعالوا يلا بقى نشوف هيتعمل ازاي. شايفين بقى الحوض؟ عندي مشكلة بقى في الحوض، ان دي اكبر من الحوض وعالية عنه، فلما باجي اغسل او اي حاجة المية مش كلها بتنزل، بيتفضل مية في الحوض، فعامله لي مشكلة. طبعا عايزة احل المشكلة دي، وكل ما هقول لجوزي يجيب واحدة تانية بنسى خالص. طبعا عايزة اوزعه، انا هجيب الفرشة اللي عندي مش مشكلة. هجرب دي بقى كده اشوف هتعمل ولا ايه، انا عشان خايفة لا يكون غلط على الايد ولا حاجة. هعمل بقى على كله، على الحوض كله، لعل وعسى يخلي الحوض مراية زي ما بيقول. طبعا هما بيقولوا ان هما بيسيبوها 10 دقايق. طبعا الفيديو ده انا شفته، هو فيديو اجنبي اصلا مش مصري يعني، ف عليه تجارب اليومين دول، فما نشوف كده هيبقى ايه النظام. طبعا عشان الحوض مبلول، لما بحط المكونات دي عليه المفروض ان هي بتبقى ثابته وكده، بتحس ان هي خفيفه كده. نحط على الحنفيه شويه كمان، يلا مش هستخسر. بس كده هسيبها بقى 10 دقايق، وبعد كده هغسلها بالليفة كده ونشوف بقى هيعمل ايه في الحوض. يا رب بس تكون
الفكرة حلوة ومتجربة. طبعا الاجانب بتبقى في حاجات مبالغة كتير، فاحنا مش ما خسرناش حاجة يعني. هنشوف كده واقول لكم النتيجة ايه. بصوا دلوقتي بقى عدى عليه حوالي 10 دقايق. همسكه بقى بالسفنجة دي وهدعكه كده معاكم. البداية فعلا مبشرة. طبعا كان في حاجات كده اقسم بالله ما كانت بتطلع باي حاجه خالص، طلعت الحمد لله. دي بقى كانت مكان لزق مش راضيه تطلع خالص. هجربها بقى كده، هي فيها حته لزق اصلا. دي لازقه، دي لازقه. هبقى اعملها بقى بعيد عن الفيديو. الحنفيه طبعا واو. حنفيه بتلمع. حنفيه الفلتر كمان. شغل بقى الميه. طبعا مش قطعه ومحبتش ان انا اسجل الفيديو ده. الحاجات اللي بيبقى فيها تجارب او وصفات من دي ما برضاش ان انا اسجل على الصوت. بحب اعمل لكم كده مباشر عشان اوريلكم الحقيقه ان كانت نفعت ولا ما نفعتش، عشان خاطر المصداقيه. لان في ناس كتير مش عايزه اتكلم بقى. الله يسهل له. شايفين بقى الفرق؟ الله. هو مش منتج تبعي هشجعه ولا كده، انا بقول لكم الوصفه رهيبه. شايفين؟ اظن الفرق واضح. هصور لكم بعدين، هبقرب لكم الكاميرا منزل الميه دي زي ما قلت لكم بقى. الله الحنفيه اوريها لكم. حنفيه فظيعه. طبعا اصلا النفاق بتاعي مش من اللي هو بيلمع لما بغسله، لا بيبقى باهت جدا. عايزه انزل بس انا كل ما اعمل احس ان في رمل البيكربونات، اكن في رمل كده تحت ايدي. هوقف الفيديو، مش ان انا هعمل حاجه، لا هنزل الميه لان قلت لكم بصوا كده الميه بتاخد وقت شويه عم تنزل عشان الحته دي عاليه. بصوا شلت بقى التليفون من على ستاند وبصور لكم. شايفين الحنفيه عامله ازاي؟ طبعا بصوا يعني بتلمع. انا عايزه اقفل الفلاش. شايفين الحنفيه عامله ازاي؟ حنفيه رهيبه. مش باين في الفيديو خالص لان انا عندي مشكله في النور اصلا بتاع المطبخ. شايفين بقى الحوض ولمعته؟ شغل لكم الفلاش تشوفوه بالفلاش. عندي مشكله في النور بتاع المطبخ ضعيف جدا، لان طبعا يعتبر اللونت بتاعته من يوم ما اتجوزت ما اتغيرتش، لان طبعا البيت عيله وكده وكل طبيخي هناك، فمهملين هنا في المطبخ بتاع شقتي شويه. بس انا حبيت بقى اوريلكم
شايفين؟ وبتاعة الفلتر شايفين عاملة ازاي؟ لا والله العظيم اي حد عنده الحوض فيه اي مشكلة يجرب الوصفة دي ضروري، والنهاردة قبل بكرة. بصوا شيروا الفيديو لاصحابكم ووريهولهم واعملوا اي حاجة، بس الفيديو فظيع والوصفة رهيبة رهيبة. ما تنسوش بقى تحطي لي لايك للفيديو ده وتكتبوا لي كومنت حلو، تشتركوا في القناة ومش مشتركين وتفعلوا الجرس. هسيبكم بقى في رعاية الله، واسيبكم بقى تروحوا تجربوا الوصفة. مع السلامة.